أغلبنا لا يعلم معنى كلمة التناوش في قوله تعالى وأن لهم التناوش. يعني إيه التناوش يا أبو علي؟ أولا ذكر الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله قول ابن عباس أن القرآن نزل على 4 أوجه. صحيح. الوجه الأول ما عرفته العرب من كلامها. صحيح، كلام الدارج، وهذا يدل على أهمية اللغة العربية في التفسير. صحيح. النوع الثاني من لم يعذر، الوجه الثاني من لم يعذر لجهالته. صحيح. زي إيه؟ أحكام العبادة، لازم الكل يتعلم أحكام العبادة، أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، مصارف الصدقات والزكاة، إنما الصدقات للفقراء، ما هم الفقراء، ما هم المساكين، ما هم العاملين عليها. الوجه الثالث من عرفه أهل العلم والراسخون في العلم دون عامة الناس، كعلمهم في المتشابه من الآيات، في قوله تعالى منه آيات محكمات هم أم الكتاب وأخرى متشابهات فما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعوا ما تشابه منه ابتغاء فتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. النوع الرابع من ادعى تفسيره أو ادعى علمه كذب ولا يعلم إلا الله سبحانه وتعالى، كعلم الساعة أو علم الغيب. صحيح. علم الساعة ولا يعلم به إلا الله سبحانه وتعالى. صحيح. وأن لهم وقالوا آمنا به وأن لهم التناوش من مكان بعيد. بعطيك إياها يعني بالعامية، أقول ناوشني الكاس كذا، ناوشتك الكيس الحين. ناوشت وش معنى ناوش؟ أن لهم الإعطاء أو المناولة. فأخبر الله سبحانه وتعالى حال الكافرين لما يروا مصيرهم يوم القيامة وتمنوا أنهم يتناولوا الإيمان، وأن لهم التناوش أو تناول الإيمان من مكان بعيد حيل بينهم وبين الدنيا. صحيح. وأصبح الدنيا دار عمل بلا جزاء، وأصبحوا في دار الآخرة وهي دار جزاء بلا عمل. صحيح. ما تنساش تعمل شير وتدل على الخير كفاعله. تعليمك المحتوى ما تنساش تعمل متابعة.